النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيقابلنا كتير في الطوارئ، وهو المغص الكلوي. لو انت في الطوارئ وجالك عيان بيعاني من مغص كلوي، هنتصرف ازاي؟ هنعرف مع بعض. طول ما انت في الطوارئ هتشوف حالات كتير جدا جايالك بمغص كلوي، والمغص الكلوي معروف بشدته في الألم. المغص الكلوي بيكون الألم بتاعه شديد جدا. طيب بيبقى في بين في منطقة الفلانك اللي هي في منطقة الكلى، بيسمع في الجرين قدام، وفي الذكور بيسمع في التستس. طيب بيكون مصاحب معاه قيء وغثيان، وساعات بيكون ارتفاع في درجة الحرارة وألم أثناء التبول على طول، أو بيبقى في مشكلة في الجهاز البولي. الأسباب بيكون في انسداد أو انقطاع للبول نتيجة انسداد في الحالب نتيجة حصوة أو حاجة، وديت أشهرها وأشدها في الألم. طيب ممكن يكون في ورم في البروستاتا، ممكن يكون في انقباضات في الحالب. الانقباضات في الحالب ديت بتكون نتيجة أو بتكون غالبا بعد التدخل الجراحي في المسالك البولية. وكمان بيكون معانا عدوى المسالك البولية اللي هي UTI. طيب ايه الفحوصات اللي احنا بنطلبها في المغص الكلوي او الرينال كوليك؟ اول حاجه بنطلبها طبعا تحليل البول. تحليل البول ده هيبين لنا حاجات كتير جدا، منها هيكون في صديد في البول ولا لا، والوايت بلاد سيلز بشكلها ايه، وكمان بيبين لنا في دم في البول ولا لا، وكمان بيحدد لنا نوع الحصوات، بنقدر نحدد منه نوع الحصوات اللي موجوده. وكمان بيطلب CBC، وغالبا بيكون الوايت بلاد سيلز بتاعتها عاليه. كمان بنطلب سونار على البطن والحوض، وممكن ساعات اكس راي عشان يتحط مع السونار وبتكون الصوره اوضح. ولكن الاهم الCT وزاويه كونتراست اللي هي بتبقى مقطعيه بدون صبغه. طيب عرفنا ايه هي الاسباب اللي بتديني المغص الكلوي، وايه هي الفحوصات اللي بنطلبها، وتعالوا نتعرف مع بعض على العلاج. العيان جالي الطوارئ وعملت التحاليل بتاعتي وعرفت السبب وخدت التاريخ المرضي بتاعه، بركب كاميرا عشان ادي فيه الادويه اللي انا هديها للعلاج. ايه هي الادويه اللي انا هديها؟ اهم حاجه اول حاجه المسكنات، بدي حاجه زي الكوتولاك او الفولتارين. تاني حاجه بدي حاجه مضاده للقيء زي مثلا بريمبران او الدانسيت. وبدي حاجه كمان زي المضادات الحيوية عشان لو في عدوى او على حسب الاعراض اللي عندي، في ارتفاع في درجة الحرارة، في عدوى مسالك بولية، في UTI، بندي مضادات حيوية. بس بنراعي حاجتين قبل ما ندي المضاد الحيوي، ان احنا بنسحب مزرعة البول وتحليل البول الاول، وبعد كده بعمل اختبار حساسية وبدي المضاد الحيوي. رابع حاجة بندي محاليل وردية. ليه؟ زي ما قلنا في قيء وفي ميل للقيء وغثيان، فبيبقى المريض مش بياخد حاجة بالفم، فأنا بعوض له بمحاليل وردية كمان عشان ما يخشش في جفاف. وكمان بيقولوا إن هو بيساعد وبيغسل الدنيا معانا. طيب عملنا الكلام ده كله والعيان استقر والحمد لله، بنعمل له بعد كده بنحوله على دكتور المسالك عشان ياخد فيه قرار. طيب العيان ما تحسنش، بندي حاجه زي المورفين مثلا بجرعات المطلوبه وجرعات بسيطه، او زي ما الدكتور هيقول. بس بنراعي واحنا بندي المورفين ان في ليه اعراض جانبيه، زي بيحصل مثلا صعوبة في التنفس، وممكن لو العيان خد عليه وخده بسرعات طويلة ممكن يحصل إدمان. فاحنا على حسب الدكتور ما بيقول. وبرضه بنعمل عرض مسالك بولية عشان الدكتور يدي فيه قرار، زي مثلا التدخل الجراحي، أو يدي فيه محتاج تدخل جراحي ولا محتاج تفتيت حصوات. طيب في الطوارئ خلطة سحرية الكل بيعملها لما بيلاقي مريض عنده مغص كلوي، بيدي محلول ملح عليهم طبعا المسكنات بتاعتنا زي الفولتارين، بيدي عليهم مضادات للقيء زي البريمبران، وبيدي عليهم مثلا فيسارجين، وممكن يزود كمان افيل عشان يهدي العين شوية لو هو irritable ولا حاجة. أهم نصيحة طبعا هنقولها للكل عشان تحمي نفسك، إن أنت
يجيلك مغص كلوي او تحمي نفسك من ده كله، او تحمي نفسك على المدى الطويل. واحسن نصيحة هنقولها للجميع ان انت تشرب مية كتير. شرب المية الكتير هيمنعنا او هيدينا وقاية ان احنا يجيلنا مغص كلوي، او هيمنعنا ان احنا يجيلنا حصوات، او ان احنا يمنعنا ان احنا يجيلنا رملة. فأرجوك اشربوا مية كتير. شكرا.